سكك الحديد الصفاقسي ومستقبل كابس زوز فرق عرفوا القسم الوطني، ولقاهم اليوم في اطار الجوله الخامسه كان يحمل اكثر من معنى باعتبار الطموحات اللي تحدو كل واحد منهم لتصدر الطليعه، وكذلك الرغبه في تاكيد الذات واظهار ما يميز ادائهم هذا الموسم. الهادي كوني مدرب الرلوي وبوزيد الشنيتي مدرب المستقبل يوضعوا هذه المباراه في اطارها. اعتقد ان نسيروا على خطى صحيحه. ثم روح جديده، ثم انضباط تكتيكي. كل شيء يعتبر انه تبدل في سكك الحديد الصفاقسي. الهدف الرئيسي هو العوده الى القسم الوطني الاول، وهذا يعني ما يدلش باللي يعني حاجه سهله، ولكن رانا نخدموا يعني باش نحققوا هذا الهدف. المباراة تدخلها المستقبل القابسي بقوة، وأظهر أنه عازم على الظهور بالوجه اللي ينتظروه منه زملائه، وكاد فخر النافوسي أثر هذه المحاولة أن يفتتح النتيجة منذ الدقيقة العاشرة، ثم كانت هناك محاولة ثانية من عادل بريش اللي سدد بقوة، والحارس حتم والي يتألق ويحمي شباكه من هدف كاد يكون محقق. وما سجلنا من جانب الرلوي في هذه الفترة سوى محاولة من لامين بنغورا مرت فوق العارضة، وعاد المستقبل الرياضي بقابس ليهدد مرمى الحديديين بقوة، ويظهر خلال هذا الشوط أنه يملك ذات فني وقدرة على نسج العمليات بفضل ثلاثي الهجوم هيكل عقل وفخري نفوسي وعادل بريش. وينتهي هذا الشوط الأول على محاولة من جانب نادي سكك الحديد الصفاقسي وتسديدة فاروق طرابلسي، يتمكن الحارس عادل بن علي من التصدي لها. بداية الشوط الثاني حصلت فيها تغييرات في تشكيلة سكك الحديد الصفاقسي وتغيرت معها المعطيات، أصبحت جل العمليات لصالح المحليين. وبعد هذه المحاولة من بنغورا ألغاها الحكم بوجود تسلل. كانت هناك لمسة يد من جانب اللاعب هيكل عقل كلفته الأقصى لأنه كان متحصل على إنذار سابق، وأصبح المستقبل القابسي يلعب بنقص عددي، محاولة من جانب الحديديين وهدف ثاني لكن أبيض، وسكاك الحديد الصفاقسي مش يواصل عملياته الهجومية حتى النهاية، وانتبهوا العملية من سامي الدو ولمين بنغورا يتوغل ويسدد ويحقق الهدف في 89 دقيقة. هدف لصد يعطي لسكاك الحديد الصفاقسي الانتصار، لكن مستقبل قابس قدم اليوم أيضا مقابلة كانت في جملتها طيبة.